السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة وصفة لذيذة وسريعة وسهلة. هنعمل حاجة كده ما بين التشيز كيك والكريم كراميل بالبسكوت. احنا هنعمل كريم كراميل بالبسكوت، بس هو يعني انت ما تعرفوش بقى تشيز كيك، ما تعرفوش كريم كراميل، حاجة كده تحفة، حاجة كده في النص طعمها خطير. هنعمل الوصفة بتاعتنا ونشوف الطريقة. شايفين الاول الطبقات، طبقة البسكوت من تحت، والطبقة اللي انا بقولك عليها طبقة الكريم كراميل، مش كريم كراميل عادي. هنعمله كده بتركاية هتودي طعمه في حتة تانية. شايفين الطبقات بتاعته؟ شكلها حلو جدا، وفي نفس الوقت الوصفة سهلة وسريعة زي ما قلنا. يلا نحضرها مع بعض ونشوف الطريقة. معايا كده 3 اكياس من البسكوت او 3 بكاو بسكوت. هطحنهم في الكبة كويس جدا، وهبتدي انزل بيهم كده، وانزل عليهم باربع معالق كبار من السمن او الزبدة على حسب المتوفر معاكي. انا هنا كده نزلت باربع معالق من السمنة. هسيحهم بس شوية علشان يكونوا سايلين معايا، وابتدي انزل على البسكوت كده ونقلب كويس جدا لحد ما نخلط السمنة بالبسكوت. هنبتدي بقى نقلب كده بالمعلقة. لو عاوزة الكمية او الصينية بتاعتك هتعملي صينية كبيرة او هتعملي في بولات، على فكرة برضو الوصفة ينفع تتقدم في بولات عادي جدا، بتكون برضو شكلها تحفة، وفي نفس الوقت بتكون يعني لو هتدي لشخص طبق، بدل ما هتقطعي او هتخرطيها هتديله الطبق بتاعه، بيبقى البسكوت من تحت كده طبقه بسيطه بسكوت، وهتصبي الخليط بتاعك من فوق وتزيني بالكريم كراميل زي ما هنعمل بالظبط. المهم انا هنا كده عندي، قلنا لو عاوزه تعملي كميه اكبر هتزودي كميه البسكوت اللي انت هتطحنيه، وهتضاعفي بقى الكميه. هنا كده خلطت بايدي احسن، لان المعلقه برضو مش بتخلط احسن حاجه، وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هبتدي بقى اجيب لتر من اللبن، هنزل عليه بكيسين من الكريم كراميل او باكوين من الكريم كراميل، وهبتدي اقلب كده، وهنزل بظرف او باكو بسكويت مطحون. انا طحناه في الكبه، بس انت في الخطوه دي عادي، انا عشان طحناه ضفته، انما انت عادي ممكن تضيفيه سليم. وبعد كده احنا كده كده هنضرب الخليط في الخلاط، فعادي يعني جدا حطيه سليم لو انت لسه مش ما ضربتوش، بس انا كنت ضربت الكميه كلها. فهبتدي بقى اضيف كده الشويه اللي انا خليتهم على جنب. قلنا حوالي كيس من البسكوت او باكو كده كبير من البسكوت، يبقى لتر من اللبن، باكوين او ظرفين كريم كراميل، وباكو من البسكوت او كيس من البسكوت. وهبتدي اقلب كده الخليط بتاعي، هرفعه على النار. انا ما ضفتش سكر ولا اي حاجه، احنا هنا معتمدين على السكر اللي في الكريم كراميل، ومعتمدين على السكر اللي في البسكوت. هي الوصفه بتكون السكر بتاعها مظبوط جدا، فبلاش تضيفي سكر. هبتدي بقى ارفع الخليط على النار آه لحد ما يغلي، وبعدين هضربه في الخلاط، وهبتدي بقى اجيب الصينيه بتاعتي المقاس اللي انتي حباه، او على حسب. قلنا لو عايزه تضعفي كميه البسكوت هنرص الطبقه بتاعه البسكوت في الصينيه من تحت كده، وهنضغط عليها كويس جدا بالايد، وهنبتدي ننزل بالخليط بتاعنا. ممكن تضربيه في الخلاط الاول قبل ما تغليه. انا هنا بس رفعته على النار دقيقتين، بعدين ضربته في الخلاط رجعته على النار تاني اول ما غلي. خلاص على كده رفعته وصبيته. كريمي بقى زي ما انتوا شايفين كده، لان البسكوت اتضرب فملهوش اي اثر، بس ضاف للطعم بتاع الكريم كراميل واداله طعم حلو جدا. الوصفة دي لازم تجربوها لانها هتعجبكم جدا، علشان هي سهلة وبسيطة وسريعة، وكمان بتكون منعشة، لان انتي هتحطها في التلاجة وهتقدمها باردة، متتقدمش سخنة، فهتكون منعشة ومناسبة جدا في الصيف. هبتدي بقى ادخلها التلاجة، او تسيبها ترتاح شوية، او لحد السخونة بتاعتها ما تروح، وبعدين تدخليها التلاجة. هتقعد مش اقل من ساعتين او 3 ساعات، تسيبها بقى براحتها علشان الخلطة تطلع معاكي متماسكة. هنا كده في اللي هي الفقاقيع اللي على الوش دي، بخرجها بس بالمعلقة كده علشان الشكل العام بتاع الصينية يكون كويس.
هبتدي بقى اسيبها في التلاجة زي ما قلنا مش اقل من ساعتين او 3 ساعات، على حسب يعني، كل ما تسيبيها كل ما تديكي نتيجة احسن في التقديم. هنا خرجت وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه. هبتدي بقى ان انا ازينها عندي كده التزيين انتي وذوقك والمتاح بالنسبة لك. انتي ممكن تزينها على فكرة بفاكهة عادي جدا يعني، بس تزيين بسيط كده، فراولة او موز هما اللي هيليقوا معاها شوية. او ابسط الامور خالص الظرفين بتوع الكراميل اللي جايين، هو ده كده اساسي ان احنا هنضيف الكراميل يعني، مش عشان تزيين بس كمان. وهنا كده رشة بسكوت مطحون كده خليتها على جنب وضفتها على الوش كده تكسر اللون شوية وتديها شكل حلو. وهنزل بظرف الكراميل كده، هنعمل خطوط كده رايح جاي. طريقة التزيين بسيطة جدا وفي نفس الوقت بتديها شكل تحفة. وقلنا احنا اضافة الكراميل مش عشان تزيين بس، هي اساسي كمان الخطوة دي معانا لانه كريم كراميل فلازم نضيف الكراميل بتاعه. بس كده هنبتدي بقى تقطعيها التقطيع المناسبة ليكي وتقدميها بألف هنا. بتكون قلنا تحفة جدا وسريعة وسهلة ومنجزة، وفي نفس الوقت في الصيف اللي احنا فيه هتكون وصفة منعشة وحلوة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، واشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.